اهلا طلاب الاعزاء، سنه رابعه ابتدائي. انا مستر محمد رجب، والنهارده هنبدا يا ابطال في الوحده الثالثه. الوحده الثالثه هتبدا معانا بدرس جميل ولذيذ، وهو درس تطور وسائل النقل في بلدنا. طبعا الانسان زمان مش اول ما ركب العربيات. ده زمان خالص الانسان ما كانش بيركب حاجه، كان بيمشي على رجليه. بعد كده هيبدا يركب الحيوانات، الحمار والجمل والحصان. بعد كده الموضوع هيتطور واحده واحده لغايه ما يوصل للسيارات او العربيات اللي احنا عارفينها النهارده. طيب تعالوا بقى نشوف التطور الجميل ده. فبيقول لي هنا ان وسائل النقل الانسان استخدمها مرت بمراحل كتير. بدات بايه؟ بدات بركوبه الحيوانات، والموضوع فضل يتطور 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 لغايه ما وصل لوسائل النقل الحديثه اللي احنا عارفينها النهارده. يبقى تاني كده، الانسان زمان كان بيركب ايه؟ بيركب حيوانات. طيب بعد كده اللي بدأ الموضوع يتطور معاه لغاية ما بدأ يركب وسائل النقل الحديثة النهاردة. يبقى مرت وسائل النقل بمراحل كتيرة، بدأت باستخدام الحيوانات وفضلت معايا تتطور لغاية وسائل النقل الحديثة. طيب بيقول لي بقى المؤرخين قسموا الفترات الزمنية اللي عرفها الإنسان إلى 4 فترات رئيسية. المؤرخين لقوا الفترة اللي الإنسان عاشها من زمان قوي لغاية النهاردة كبيرة خالص، فقالوا نقسمها لمسميات: عصور قديمة، وبعد كده عصور وسطى، وبعد كده عصور حديثة، وبعد كده التاريخ المعاصر اللي هو الوقت اللي احنا بنعيش فيه ده. يبقى تاني، المؤرخين قسموا الفترات الزمنية اللي عرفها الإنسان، اللي عرفتها البشرية، ل4 عصور: عصور قديمة، عصور وسطى، عصور حديثة، تاريخ معاصر. تاني كده، عصور قديمة، عصور وسطى، عصور حديثة، تاريخ معاصر. يبقى دي كلها اسمها ايه بقى؟ اسمها العصور اللي عرفتها البشرية. الفترة اللي الإنسان عاش فيها على مر التاريخ 4 عصور: قديمة، وسطى، حديثة، تاريخ معاصر اللي احنا بنعيشه دلوقتي. طيب فبيقول لي وسائل النقل قديما. لو رحنا نبص على وسائل النقل زمان قوي، بيقول لي هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الانسان زمان قوي قديما يعني استخدم الدواب، اللي هي الحاجات اللي بتدب على الارض، بتمشي على 4 رجلين وبتدب على الارض. زي ايه كده؟ زي الحمار، زي الجمل، زي الحصان اللي احنا هنقول عليه خيول. يبقى تاني كده، زي الحمير والجمال والخيول. يبقى الانسان اول ما استخدم وسائل النقل استخدم ايه؟ استخدم الحمير، استخدم الجمال، استخدم الخيول. بس كده؟ قال لي لا، ده الانسان كمان صنع القوارب الخشبيه واستخدمها في الصيد او في النقل. ده كمان الانسان بتاع زمان ده كان ناصح وشاطر يا سنه رابعه. ليه يا مستر؟ قال لي جاب خشب وبدا ان هو يعمل الخشب ده على هيئه قارب، على هيئه مركب يعني، ويركب فيه ويمشي في نهر النيل. طيب وهو كان بيستخدمه في ايه يا مستر؟ بيستخدمه في ان هو ينقل بضاعه، يحط البضاعه معاه في قلب المركب ويبدا ان هو يمشي في نهر النيل لغايه المكان اللي هو عايزه. او استخدم القارب في الصيد، يجيب الصناره بتاعته والشبكه بتاعته ويخش في نهر النيل جوه ويبدا يصطاد السمك هناك. يبقى الانسان قديما استخدم ايه في النقل؟ استخدم الدواب، زي الحمير، زي الخيول، زي الجمال. كمان استخدم القوارب الخشبيه. طب استخدمها في ايه؟ استخدمها في ان هو ينقل عليها بضاعه او يصطاد بيها. طيب ماشي. فبيقول لي ان المصريين القدماء بداوا ان هم يمشوا في المراكب النيليه، يعملوا مراكب يمشوا في نهر النيل زي ما قلت لكم دلوقتي، وكمان عملوا عربات تجرها الخيول، اللي احنا بنقول عليها العربيه الكارو، عربيه بتجرها الخيول او بتجرها الاحصنه يعني. طيب ماشي. طب حديثا يا مستر هنفضل نركب الحمار، هنركب الحصان وخلاص على كده، ولا الموضوع هيتطور؟ قال لي في العصور الحديثه يا سنه رابعه الموضوع هيتطور شويه. طب في العصور الحديثه ايه اللي هيظهر؟ هيظهر عندي قطارات وسفن بخاريه، قطر وسفينه بيشتغلوا بطاقه البخار، بيتحركوا بالالات. وكمان هتظهر عندي السيارات. يبقى كل ده هيظهر في العصور الحديثه. يبقى في العصور الحديثه هتتطور وسائل النقل ولا لا؟ هتتطور طبعا يا مستر. طب هتتطور ايه اللي هيظهر عندي؟ هيظهر عندي قطارات، سفن بتعمل بالبخار، وكمان السيارات. يبقى قطارات وسفن بخاريه وسيارات. تاني، قطارات وسفن بخاريه وسيارات. كمان في العصور الحديثه هيتم اختراع الطائره.
العصور الحديثه ديت يعني من 100 سنه كده، من الفتره اللي احنا عايشينها ديت حوالي 100 سنه كده لورا، 100 200 سنه، دي اسمها عصور حديثه مثلا. تم اختراع فيها الايه؟ الطائره. كمان في العصور دهيت تم اختراع الترام والمترو. تم اختراع ايه؟ الترام والمترو. طب ايه هو الترام يا مستر؟ الترام ده عباره عن قطر بيمشي في الشوارع بتاعه الناس عادي خالص، ما بين العربيات كده، بيبقى ليه قضبان كده في الشوارع وهو بيمشي عليه، ده الترام. والمترو عباره عن قطر بس بيكون تحت الارض، يبقى مترو الانفاق. يبقى الترام والمترو تم اختراعهم في العصور الحديثه. طب ليه؟ لان السكان عددهم بدا يزيد، فبقينا محتاجين وسيله مواصلات تنقل عدد كبير من الناس، يبقى لتلبيه احتياجات الناس تم اختراع ايه؟ الترام والمترو. يبقى حديثا كده خدوا بالكم، عملنا سفن بخاريه، عملنا قطارات بخاريه، عملنا كمان سيارات، كمان اخترعنا الطائرات، كمان عملنا الترام والمترو. الترام والايه؟ والمترو. طب عملنا الترام والمترو ليه؟ لتلبيه احتياجات السكان. ليه؟ لتلبيه احتياجات السكان. طيب ماشي. لو جينا بقى في الوقت الحاضر، في التاريخ المعاصر حاليا يا مستر، قال لي حاليا عندنا حاجه اسمها النقل المستدام. عندنا حاجه اسمها ايه؟ النقل المستدام، يعني وسائل نقل تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الصناعي. وسائل نقل بتعتمد على ايه؟ التكنولوجيا والذكاء الصناعي. يبقى وسائل النقل بتتطور من زمان لغايه النهارده. النهارده وسائل النقل بتاعتنا بتعتمد على التكنولوجيا الحديثه، بتعتمد كمان على الذكاء الصناعي. طب زي ايه بقى؟ قال لي زي السيارات الكهربائيه الصديقه للبيئه، العربيات اللي بتشتغل بالكهرباء، وديت طبعا بتكون صديقه للبيئه لان هي مش بتلوث البيئه، ما بتطلعش دخان من ورا وتبدا ان هي تلوث البيئه وتعمل ثاني اكسيد الكربون. لا، ما بتعملش كده خالص. ليه؟ لان هي بتشتغل بالكهرباء بس، بنشحنها كهرباء وتمشي، عشان كده هي صديقه للبيئه. يبقى السيارات الكهربائيه الصديقه للبيئه. عندنا كمان القطارات السريعه مثل القطار الكهربائي، دي برضو من وسائل النقل المستدام. يعني ايه وسائل نقل مستدام؟ يعني وسائل نقل بتقلل التلوث بتاع البيئه وتوفر الطاقه وتحقق الراحه للركاب. يبقى انا عندي من وسائل النقل المستدام سيارات كهربائيه صديقه للبيئه، عندي كمان قطارات سريعه زي القطار الكهربائي السريع والمونوريل. الهدف من تطويرنا لوسائل النقل ديت يا سنه رابعه ان احنا نحقق النقل المستدام. يعني ايه نحقق النقل المستدام؟ يعني يكون عندنا وسائل نقل بتقلل التلوث بتاع البيئه وكمان بتوفر الطاقه وفي نفس الوقت بتوفر الراحه للركاب. يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ نعمل كل حاجه، نحافظ على البيئه بتاعتنا ونوفر الراحه للركاب، فبنقول عليه نقل ايه؟ نقل مستدام. يبقى النقل المستدام هو ايه؟ تقليل التلوث بتاع البيئه وتوفير الطاقه وتوفير الراحه للركاب. يبقى وسائل النقل بتتطور. في الوقت الحاضر قلنا بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على التكنولوجيا والذكاء الصناعي. بتعتمد على ايه؟ التكنولوجيا والذكاء الصناعي. طب زي ايه كده؟ زي السيارات الكهربائيه الصديقه للبيئه. وزي ايه كمان؟ زي القطارات السريعه مثل القطار الكهربائي السريع. طيب الهدف بقى من تطوير وسائل النقل، احنا عمالين نطور في وسائل النقل ليه يا مستر؟ عشان نحقق حاجه يا سنه رابعه اسمها النقل المستدام. طب ايه هو النقل المستدام ده يا مستر؟ النقل المستدام ان احنا بنطور وسائل النقل عشان نقلل التلوث ونوفر الطاقه ونحقق الراحه للركاب. طيب ماشي. هل مصر بقى بدأت ان هي تطور وسائل النقل يا مستر ولا لا؟ قال له اه طبعا، مصر بدأت تطور وسائل النقل. طب عملت ايه مصر في تطوير وسائل النقل؟ اول حاجه بدأت تطور السكك الحديديه. ازاي يعني بتطور السكك الحديديه؟ بتعمل ايه يا مستر؟ قال لي عن طريق تحديث القطارات، تجيب قطارات جديده وكمان عربات جديده، تجيب عربات متنجده والكراسي بتاعتها مريحه. يبقى مصر هنا عملت جهود عشان تطور وسائل النقل. ايوه، زي ايه كده؟ زي ما هي قامت بتطوير السكك الحديديه. عملت ايه؟ تطوير السكك الحديديه. طيب تطوير السكك الحديديه من خلال تحديث القطارات وكمان ادخال عربات جديده. طيب ماشي. كمان مصر بيقول لي اهتمت بشبكه الطرق والكباري. طب عملت ايه عشان تهتم بالطرق والكباري يا مستر؟ قال لي رقم واحد انشاء طرق حديثه، انشاء كباري، انشاء محاور. محاور يعني كوبري بس كبير قوي. طب ليه كل ده؟ هي مصر عملت طرق حديثه ليه؟ عملت كباري ليه؟
عملت محاور ليه يا مستر؟ عشان يا حبيبي تقلل الزحمة وتقلل الوقت في نفس الوقت، يعني تقلل لك الزحمة وتقلل الوقت بتاع المسافة اللي انت رايحها من خلال الكوبري، من خلال المحور، من خلال طريق جديد، بحيث الوقت اللي انت هتاخده يبقى وقته قليل مش كبير. يبقى تاني كده مصر اهتمت بشبكة الطرق والكباري، ايوه طبعا، من خلال ايه بقى؟ انشاء الطرق الحديثة، انشاء الكباري، انشاء المحاور. طب ليه كل ده؟ لتقليل الزحام وتقليل الوقت. طيب ماشي، كمان مصر اهتمت بتطوير مترو الانفاق. طب هتهتم بمترو الانفاق بقى ازاي يا مستر؟ عن طريق ان هي تتوسع في الخطوط، زي الخط الثالث، جت على الخط الثالث وبدات تزود فيه محطات، وكمان عملت بقى خط رابع جديد خالص. يبقى مصر هنا اهتمت بمترو الانفاق. طب اهتم بمترو الانفاق عملت ايه؟ اللي بدات تتوسع في الخطوط زي الخط الثالث، بدات تزود فيه محطات كتيره، وكمان بدات بقى في الخط الرابع. ما هو كل مترو بيكون له خط، بيكون له بدايه وبيعدي على محطات معينه وبيكون له نهايه. فمصر هنا بدات في الخط الرابع. كمان مصر بدات تنشئ القطار الكهربائي والمونوريل، ودول من الوسائل النقل الحديثه اللي بتحافظ على البيئه وما بتلوثهاش. طب ليه مصر عملت القطار الكهربائي والمونوريل يا مستر؟ هي مصر عملتهم ليه؟ عشان تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر. يبقى تربط 3 مدن مع بعض، القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر. يبقى ال3 مدن ده هم مصر هتربطهم بإيه؟ هتربطهم بالقطار الكهربائي والمونوريل. طيب ماشي، في النقل البحري، قال لي في النقل البحري مصر طورت الموانئ الكبرى. طب وايه هي الموانئ دي يا مستر؟ الموانئ اللي هي الجراشات بتاعت السفن في البحر. يعني السفينه لما بتيجي بالبضاعه بتركن في جراش معين عشان تنزل البضاعه او تحمل بضاعه جديده. طب المكان ده بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه موانئ او مواني، مفردها ميناء. تمام كده؟ طيب يبقى مصر بقى بتطور ايه؟ اللي بتطور الموانئ الكبرى، بتحاول ان هي بقى تخلي فيها تكنولوجيا وتخلي فيها معدات حديثه عشان تسهل نقل البضائع من السفن للميناء. يبقى هنا مصر في النقل البحري عملت ايه؟ قامت بتطوير الموانئ الكبرى. طب في النقل الجوي، في الطيارات، قال لي في النقل الجوي مصر قامت بيه تحديث المطارات، بدأت تحدث المطارات وتعمل فيه كاميرات حديثة وتجيب فيه أجهزة حديثة وتجيب طيارات جديدة، كل حاجة. وكمان أنشأت مطارات جديدة. طب زي إيه كده؟ زي مطار العاصمة الإدارية الجديدة. يبقى في النقل الجوي مصر حدثت المطارات وأنشأت مطارات جديدة زي مطار العاصمة الإدارية الجديدة. طب يا مستر، لما أنا أطور وسائل النقل النتيجة إيه؟ هي وسائل النقل الجديدة والحديثة ديت مهمة يعني؟ قال لي طبعا وسائل النقل الحديثة ديت مهمة. فلما أعمل عندي في الدولة وسائل نقل حديثة يبقى أنا هخلي وسائل النقل عندي سريعة، عندها كفاءة حلوة، وكمان هتوفر الراحة لكل واحد هيركبها. يبقى وسائل النقل الحديثة بتتميز بإن هي سريعة، عندها كفاءة، وكمان بتوفر الراحة للركاب. طب كمان وسائل النقل الحديثة بتسهل حياة الإنسان بشكل كبير، بتوفر الجهد، بتوفر الوقت في الانتقال من مكان للتاني، لأن هي بتكون أسرع وبتكون أكثر راحة. يبقى هنا وسائل النقل الحديثة مهمة، أيوة، لأن هي بتكون أكثر سرعة من الوسائل القديمة، عندها كفاءة من الوسائل القديمة توديك أي حتة ما عندهاش مشكلة، كمان أكثر راحة، اللي بيركبها بيفضل مرتاح. عشان كده بيقول لي هي سهلت برضه حياة الإنسان بشكل كبير، وفرت عليه الجهد، وفرت كمان عليه الوقت في الانتقال من مكان لآخر. وبكده يا حبايبي خلص الدرس بتاعنا النهارده. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وسلام.